بالنسبة لأجيال منا كتير ما بنحسش بدخول رمضان غير لما بنسمع وبنشوف الفوانيس مالية الشوارع. وانا النهاردة هاخدكم رحلة عبر الزمن هنرجع فيها لأيام الفاطميين ونشوف كانوا بيصنعوا ازاي الفوانيس ام شمع زمان. فاكرين الفانوس ده؟ يعجبك ده؟ ايوه. خدي العبي بيه. حسابك كام يا عم حسين؟ 10 صاغ يا درش. الفانوس اللي اشتراه اسماعيل ياسين ب10 صاغ تعالوا دلوقتي نشوفه بقى بكام ونشوف قصته وقصة الناس اللي بيعملوه في منطقة الخليفة ولسه محتفظ بصناعة الفوانيس زي ما كانوا بيعملوها أجدادنا زمان. وما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة وتعملوا لي لايك كمان. يلا بينا نشوف فانوس رمضان زمان كان بيتعمل ازاي. شفتوا انا طبعا قاعد بقى في قلب الورشه. الاول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا انا اول مره في حياتي اشوف حد بيعمل فوانيس. الاول بس اعرف الناس بنفسك. انا اسمي محمد. حاج محمد. انت بتبدا شغلانه الفوانيس بقى من امتى؟ قبل رمضان بقد ايه يعني؟ يعني ب3 اشهر كده. ب3 شهور تبدا تجهز الكلام ده. طبعا الحرفه دي ما اعتقدش ان في ناس كتير بتعملها دلوقتي. لا معدودين. معدودين. انت وارثها من الوالد؟ من والدي. اتعلمها فين الحاج؟ واحنا هنتكلم معاه طبعا دلوقتي. وارثها برضه. وارثها برضه. يعني دي من جدود. انت عارف مين اللي دخل الفوانيس؟ مين اللي دخل فوانيس مصر؟ الفاطميين. الفاطميين. دي معلومه ما فيش حد كتير يعرفها على فكره. والحرفه طبعا الجدود ما شاء الله المصريين بقوا حريفه جدا في صناعه الفوانيس. والفوانيس دي بقى اللي ليها طعم. سيبك من الفوانيس هي دي الصيني. شكل رمضان بالظبط. الفوانيس الصيني والكلام دي مستحدثه علينا. الفوانيس الصيني شغاله طول السنه لعبه. انت في فانوس عربيه، في فانوس عروسه، صح، في فانوس ارنوب، في فانوس محمد صلاح، في فانوس كعبور. انما الفانوس اللي انت بتعمله في الصاج ده فانوس انا هوريك دلوقتي يطلع ازاي. انت مكوناته ايه الفانوس؟ اقول انا اللي بعملها ديت. ده كعب الفانوس اللي قاعده منه. حلو. وفي وده هيتعمل طبعا القبه بتاعته. ماشي. يعني انا هجمعه لك دلوقتي. ماشي. الصنعه دي اصلا مش بدات يعني برضه تقل. لان هي موسم. مش بتقل مننا. من الناس نفسها. الجيل اللي طالع. الجيل اللي طالع صغير مش فاهم. عايز اللي بيغني، عايز اللي بيعمل. عايز يلعب. لا انا مش عايز اتعور. انت فاهم؟ مش بتاع المخاطره يعني. اللي يفهم الفانوس انا انت. الناس اللي اتربوا احنا اتربينا على فانوس ابو شمعه ده. طبعا ده بينور كهرباء. ده بينور شمع برضه. تبقى انت بقى يعني انت واخدها من يعني ما فيش فيه اي تحديث. لا هو زي ما اتعمل زي ما طلع زمان. هو انت عامله دلوقتي. الفاطميين زمان كانوا بيطلعوا فانوس مش فانوس زي ده. اقول لك فانوس. شفت كلوب بقى. والله جدع. انت خليك على قديمه كده. بص سبيل ام عباس اهو عشان برضو نشوف ده هناك اهو. سبيل ام عباس هو ده. وده الشارع ده اسمه ايه؟ الصليبه. شارع الصليبه. ده سبيل ام عباس اهو. تمشي قدامه وتديله ظهرك تيجي تلاقي الحاج علي هنا. الحاج علي بس. الحاج محمد اهو. مطلعين زمان الكلوب اللي بيمشوا في الشوارع. وده مسمينه فانوس. ايوه صح. شفت شاويش الدرج؟ ايوه كان بينور ماشي بالفانوس في ايده كده عشان يفتش عن المحلات القفل مفتوح. هو ده الفانوس. زي زمان كانوا بيقولوا في الافلام كورش في الكلوب. ايوه صح. هو ده الكلوب ده. طب وايه اللي ربطه برمضان؟ شغالين طول السنه عشان نفرح العيل يوم. العيل الصغير بس. ما كلنا بنشتري فانوس لعيالنا صح؟ يعني بيبقى تحس ان هو لو ما جبتش فانوس يبقى مفيش رمضان. بس عيال زمان غير عيال دلوقتي. صح. يعني واحده كانت جايه من قيمه كام يوم عشان تشتري فانوس لابنها. بتقول له الفانوس ده كنا زمان بنلعب بيها. لا يا ماما انا عايز بتاع محمد صلاح اللي بيغني. لا خلاص بقى العيال مش هتفهم موضوع الشمع ده. الموضوع ده لا مش هتفهم. ونوره مش الكلام ده. انما انت بتبيعه جمله الفانوس ده. جمله وقطع عادي. بكام بقى الفانوس السنه دي؟ والله زي السنه اللي فاتت ما احنا ما بعناها. ما غليتوش؟ بكام الفانوس الصغير بكام؟ 20 جنيه. ب 20 جنيه؟ والله العظيم. والله. ده انت ده ما شاء الله انت برغم الحاجه كلها غليت. طبعا ده كفايه ان هي تعب. ان انت شايف الناس. انت شايف اللي قدامك. بتحس بالناس. انت شايف اللي قدامك. معلش واحد غلبان زيه وزي صناعي زيه ادوا له فلوس 30 هو بيفرق معاه 10 جنيه. صح. دول الجناب بتوعهم. تمام. تعال تحس انت بفرحه الناس بدخله رمضان دي. طبعا. لا غير كده اما تيجي عيل بفرحان مع مامته كده وانت بيقول لك هات الفانوس. في فانوس يعني اللي احنا لما كنا بنقول كان يقول لك ايه انا عايز فانوس رامز.
الفانوس بتاع رامز الشعار بتاع أيوة. ده انا كده بقفله كده الاربع جنيه. اه كده. يا سلام. الصنعه دلوقتي في ناس اتطورت، في ناس عاملاها مكابس، بس الصنعه الفانوس ده احسن من المكبس. المكبس كلها صناعه ودبد وبتاع وتخريم وبتاع، صح. وتجمع وخلاص من غير الحمات والكلام ده. احنا بنجمع فانوس دلوقتي. انت احنا بنجمع فانوس، بجمع لك فانوس اهو كده. جميل. كده الاربع جناب بتاعهم ايه اتلحموا. حلو قوي. احط ده الكعب بتاعه، القعده بتاعته. حلو. تحط ايه من تحت كده. ده كل حاجه بستاندر بالمقاس. امال ايه؟ خلص وتفتحه كده وتحط الشمعه. يا عيني عليك. وتقفله تاني. يا عيني عليك يا عم محمد يا عسل. بسم الله ما شاء الله. ادي فانوس رمضان اهو طالع لنا يدوي من الحاج محمد، ربنا يبارك له. والله العظيم يا محمد تحفه. بصوا ما شاء الله شكله تحفه. انا اتشرفت بيك النهارده يا عم علي والله العظيم، ومبسوط جدا ان كنت معاك والله.